أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم ترند رياضة. اليوم سنتحدث عن توقعات الذكاء الاصطناعي للفرق التي من المحتمل أن تتأهل من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا عام 2024 إلى عام 2025. في هذه النسخة المثيرة لدينا 4 مجموعات قوية، وكل واحدة منها تضم فرقا من نخبة الأندية الإفريقية. فلنبدأ بالتوقعات. المجموعة الأولى تضم هذه المجموعة فريق مازيمبي الكونغولي، يانج أفريكانز التنزاني، الهلال السوداني، ومولودية الجزائر. تعتبر هذه المجموعة من أصعب المجموعات، ولكن من المتوقع أن يتأهل مازيمبي كونه صاحب الخبرة الكبيرة في البطولة، والهلال السوداني الذي قدم أداء ممتازا في السنوات الأخيرة. المجموعة الثانية، في هذه المجموعة نجد صن داونز الجنوب إفريقي، الرجاء المغربي، الجيش الملكي المغربي، وماينما يونايتد. المنافسة هنا ستكون حامية، لكن وفقا للتوقعات من المحتمل أن يتصدر صن داونز، بينما سيكون التأهل الثاني من نصيب الرجاء المغربي بفضل تاريخه الكبير في البطولة. المجموعة الثالثة، هذه المجموعة تضم الأهلي المصري، شباب بلوزداد الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، واستاد أبيجان. بلا شك الأهلي هو المرشح الأبرز للتأهل، كما أن شباب بلوزداد لديه حظوظ قوية للتأهل أيضا بعد أدائه المميز في المواسم الأخيرة. المجموعة الرابعة وأخيرا نجد الترجي التونسي، بيراميدز المصري، ساغرادا الأنغولي، والجولبيا. من المتوقع أن يتصدر الترجي التونسي هذه المجموعة بفضل خبرته الكبيرة في البطولة، بينما سيكون بيراميدز المصري المرشح الثاني للتأهل لأول مرة إلى الأدوار المتقدمة في هذه البطولة. تلك هي توقعات الذكاء الاصطناعي، ولكن كما نعلم جميعا كرة القدم مليئة بالمفاجآت، وكل شيء وارد في هذه البطولة القارية العريقة. شاركونا آراءكم في التعليقات. ما هي توقعاتكم؟ وهل توافقون الذكاء الاصطناعي أم تتوقعون مفاجآت أخرى؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد عن البطولة. شكرا لكم على المشاهدة. نراكم في الفيديو القادم.